السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. رمضان مبارك ان شاء الله. اليوم غادي نوجد معكم في هذا الفيديو البودره ديال الثومه اللي كتنفعنا بزاف بزاف، خصوصا في رمضان، باش تنوجدوا تنلذذوا الشهيوات وكنسهلوا علينا الخدمه. غادي نوجد معكم كذلك لاصوص ديال المطيشه اللي ما كتخطانيش نهائيا على طول السنه. هاد لاصوص ضروري تكون عندي في المجمد، كتنفعني. كنصايب بها لاصوص ديال البيتزا، كنصايب بها لاصوص لافوز، لاصوص هكا الا بغينا نديرو كفيته بلاصوص، اي حاجه بلاصوص، اولا الكيتشوب حتى هو كنقادو منها. ما كنستعملش الطماطم المركزه فقط بمطيشه، وكتجي غزاله ولذيذه وما كتخطانيش نهائيا. جربوها وردوا عليا الخبر. اول حاجه غنوجد معكم البودره ديال الثومه. غادي ناخدو الثومه الكميه اللي بغيتو، من الاحسن تكون الثومه الحمراء الكميه اللي بغيتو. كناخدوها كنقشروها عادي، كنحيدو ليها القشره ديالها وكنقطعوها شرائح على هذا الشكل. كنقطعوها غير بالموس هكا، تكونوا جالسين كتفرجوا في شي فيديوهات شي حاجه، صافي تجلسوا هكا تقطعوا الثومه ديالكم، تقطعوها شرائح، ما تكونش عاوتاني شفافه بزاف، في نفس الوقت ما تكونش غليظه بزاف. على هذا الشكل هذا يعني تكون بشكل متوسط. قطعوها بشكل طولي، سواء شرائح اولا بشكل طولي بهذا الشكل هذا. الطريقه راه واضحه في الفيديو. الكميه كتبقى اختياريه. هنا تقريبا انا درت شي 400 غرام هكاك تقريبا. من بعد خديت هنا سميده رقيقه، سميده رقيقه، ماشي السميده اللي كنديروا بها كسكسو، وماشي الفينو اللي هو السميد الرقيق جدا. السميده الرقيقه اللي كنصايبوا بها البغرير والحرشه الى اخره. كناخذ تقريبا 2 كيسان د العنبه ولا 3، على حسب الكميه ديال الثومه اللي نتوما دايرين. من بعد كنحركوها على هذا الشكل هذا. من الاحسن تكون شي مقله تكون واسعه وكبيره. انا درت هاد الطاوه هذه كبيره عندي وثقيله. من الاحسن اللي كانت عندكم هكا المقله الغليظه حتى هي قاضيه الغرض، ولا شي مقله ولا شي حاجه، المهم تكون ثقيله على عافيه مهيله. كنبقاو نحركوه هكا مره مره حتى كيصبح اللون ديال الثومه لون ذهبي. فاش كنهزو داك الشرائح ديال الثومه اولا دوك الطريفات ديال الثومه كنلقاوها ولات مقرمشه. يعني دوك الطريفات ما لاوينش، كيكونوا مقرمشين. يعني فاش كنهزهم كنلقاوهم مقرمشين اولا يابسين، ماشي لاوين. حتى تقرمش لينا هاد الثومه، كتولي مقرمشه كامله، ما كتبقاش لاويه نهائيا، وكيولي اللون ديالها ذهبي. هنايا من بعد ما بردات فكناخذوا واحد الصفايه اولا غربال بهذا الشكل وكنغربلو. كانت ديك السميده رقيقه، راه السميده رقيقه كتهبط. هادشي علاش قلت لكم ما ديروش السميده الغليظه، السميده رقيقه ماشي الفينو، السميده رقيقه. كتهبط لينا السميده رقيقه، كتهبط من الغربال على هذا الشكل هذا. والشرائح ديال الثومه كيتهزوا الفوق، يعني كنغربلوها بهذه الطريقه صافي. وكنطحنوا في الهاشوا ولا اي طحانه عندكم، كطحنوا فيها العطريه ولا اي حاجه. انا هنا استعملت غير الهاشوا. كنطحن مزيان مزيان. اللي بغى يخليها كتومه شويه كونكاسي هكا شويه طريفات رقاقين يخليها، كيبقى لكم الاختيار. المهم انا طحنتها حتى ولات ليا غبره. كتنفعنا هاد الثومه بزاف وكتخرج لينا ما شاء الله كميه كبيره، وطريقه راه ناجحه مضمونه. غير تبعوا الطريقه على عافيه مهيله، ما تجهدوش الثومه باش ما تحرقش لكم. عافيه مهيله مع خليوها حداكم ونقصوا العافيه، تكون شي مقله ثقيله، ومره مره هكا حركوها وانتم تقضيو شغالكم حتى كتقرمش لكم وكتحمر شويه يولي ذهبيه. صافي كنغربلوها وكنطحنوها. راه الطريقه ناجحه ومضمونه وكتنفعنا هاد البودره ديال الثومه من غير شهر رمضان. يعني غير هكا كتكونوا زربانين ما فيكم ما تحكوا الثومه ولا هذا، كتهزوا كديروها. بغيتو تشحروا غير شويه ديال الدجاج هكا كتهزوا البودره ديال الثومه. بغيتو كتنفع، كتجي حتى في الطويجنات فهذا، يعني من غير الشهيوات. حتى في الطبخ البلدي كتجي هاد البودره ديال الثومه كتجي لذيذه وسهله وناجحه. طريقه ناجحه ومضمونه، جربوها على ضمانتي. وحتى البودره ديال البصله تقدروا تصايبوها بنفس الطريقه، غير هي البودره ديال البصله ما كتخرجش صراحه كميه كبيره. الثومه ما شاء الله كتخرج لنا راه كميه كبيره. هذه درت تقريبا 400 غرام. هنا غندوز نوجد معاكم لاصوص ديال المطيشه اللي ما كتخطانيش نهائيا. تنفعكم الحريره، تنفعكم كتبغيو ديروا طويجنات هكا صوصيص مع لاصوص، اولا كتبغيو ديروا كفيته بلاصوص. انا هاد لاصوص ما كتخطانيش فين ما كندير المشويات، شي حاجه ناشفه، شي حاجه، المهم اي حاجه هكا. الحوت غير السردين هكا مثلا صايبته ضروري من لاصوص.
فين ما ندير الحوت خصني ضروري لاصوص هكا في الطبيصلات. كاين اللي كيبغي لاصوص هاد لاصوص ما كتخطانيش من المجمد. كناخذ مطيشه ملي كتكون رخيصه اولا كنقلب على مطيشه اللي كتكون طايبه هكايا كتكون ناقصه في الثمن. ودابا راه نقصات شويه في الثمن مطيشه، يقلبوا تقدروا تلقاوها كدير يعني ناقصه في الثمن. عاده انا كناخذها اللي بغيتها لاصوص كناخذها بجوج دراهم جوج ونص على حسب. المهم كناخذوا مطيشه كنغسلوها مزيان مزيان، كنغسلوها كنعقدوها في شويه د الخل واحد 10 دقائق، من بعد كنغسلوها مزيان كنقطعوها طريفات بشكل عشوائي وكنديروها في واحد الكاميله تسلق، ما كنضيفوش الماء نهائيا. مطيشه كتطلق الماء كيف ما كتشوفوا معايا، عافيه غير تكون شويه متوسطه حتى الميله. راه مطيشه كتطلق الماء بزاف، يعني لا داعي انكم تضيفوا الماء. يعني كنديرها تسلق تقريبا واحد نص ساعه 20 دقيقه على حساب العافيه اللي درت، واش مجهده حتى كتسلق لينا مطيشه. ما نخليوهاش مده طويله بزاف هكا غتفقد المذاق ديالها. يعني خليوها غير تسلق هكا واحد شويه، من بعد وهي باقا سخونه اولا خليوها حتى تبرد. الا عندكم غير مولينيكس خليوها حتى تبرد وطحنوها. كنطحنوها مزيان على هذا الشكل هذا صافي. من بعد كناخذوا الصفايه، الا تقدروا تخليوها حتى تبرد عاد تصفيوها. المهم انا كنت زربانه عليها شويه فصفيتها هكا بالزربه. هنا ودرت معكم غير كميه قليله، وما انا كنصايب كميه كبيره وكنحتفظ بها في المجمد هكا في العلب. الا ما عندكمش العلب اولا البواطات اولا السوبيرات فتقدروا تستعملوا هذوك العلب ديال الزبده اولا البواطات ديال الزبده. ملي تسالي لكم الزبده ما ترميوش هذوك الطيوس وبقاو ديروا فيهم لاصوص في المجمد، راه كينفعوا. وكاع الا تهرسوا ولا شي حاجه صافي ترميوهم عادي ما يبقاوش فيكم. المهم هنايا خديت واحد الكميه د لاصوص، كنت باغا نصايب لاصوص فدرت شويه ديال الزيت شويه الملحه شويه البزار شويه ديال الحار اولا السودانيه شويه الزعتر والتحميره الا كنتم صايبينها على يديكم. يعني خديتو بحال انا كناخذ هذه حتى هي من الحويجات اللي ما كيخطاونيش. كنمشي كناخذ الفلفله المنيوره اللي كتكون عند العطار كناخذها عنده النيت، كندي معايا كلينكس ولا شي فوطه ولا هذا وكنمسحها مزيان. بغيتو تحيدوا الزريعه غتحيدوها، لا مبغيتوش كطحنوها على يديكم كيطحن لكم نيت العطار كتجيبوها كدهنوها بشويه ديال الزيت كتولي عندكم تحميره نيت على حقه وطريقه. الا ما عندكمش التحميره اللي مصايبين على يدكم فبلا ما ديروا التحميره في هاد لاصوص، خليوها غير هكا ونسموها بالزعتر كتجي لذيذه. انا زدت شويه ديال الماء كيف ما شفتوا معايا في الاول، زدت عليها شويه ديال الماء حيت بغيت نخففها شويه. نتوما الا نتوما بغيتوها البيتزا فما تزيدوش الماء خليوها هكاك. نتوما كتحكموا في القوام ديالها، بغيتوها خفيفه غتزيدوا الماء، يعني الا بغيتوها لاصوص هكا تسقيو بها الروز ولا بغيتوها على حسب اولا بغيتوها للشعريه ولا المهم هاد لاصوص راه كتنفع بزاف وبزاف. كنديروها هكا وهي يعني من بعد ما كنطحنوها كنصفيوها كنديروها في علب ونحطوها في المجمد. انا كنخليها الصراحه الا درت في بواطه بحال هكا كبيره غير كتشد شويه راسها كنجبدها ونقطعها طريفات، واما كل طرف كنديرو في السلوفه ولا هذوك الطريفات كنجمعهم في شي علبه وكنخليهم، اولا كندير لاصوص في البواطات صغيورين باش كنجبد القياس اللي بغيت. غير وجدوهم ان شاء الله راه غادي ينفعوكم بزاف بزاف. نتمنى ان شاء الله تجربوهم يعجبوكم والى اللقاء.